يوتيوب عامل حاليا حملة دعائية الهدف منها انه يوصل لكرييتورز جداد يبدأوا يعملوا محتوى على يوتيوب. الحملة دي هتلاحظها لو انت متابع ليوتيوب، هتلاقي كرييتورز بدأوا يتكلموا عن قصتهم، ليه بدأوا يوتيوب وازاي بدأوا وايه الحاجات اللي واجهتهم، وفي منهم اللي بيشرح نقط سبيسيفيك. من الكرييتورز اللي ظهروا قدامي في الحملة دي هما محمود مهدي، يحيى رضوان، عبدو جيمنج، وفيلم ملوخية. طيب ايه هي اسباب الحملة دي؟ ليه يوتيوب ممكن تعمل حملة دعائية بالشكل ده؟ اولا، على عكس ما هتتخيل ان يوتيوب فيه يوتيوبرز كتير جدا من مصر او من العالم عموما، ولكن في الحقيقة يوتيوب محتاج يوتيوبرز جداد طول الوقت، مش لازم في وقت معين ومش لازم من دولة معينة، لان كل نيش ممكن كذا شخص يتكلموا عنها بطرق مختلفة واشكال مختلفة. فحتى النيشز اللي انت ممكن تعتقد ان هي saturated already زي التك مثلا، لا، ممكن حد يطلع بمنظور جديد جدا يتكلم عنها، اللي هو بنسبة 99% مراجعات للموبايل اللي نازل دلوقتي. وهديك مثال، هو مرقس كوزين. مرقس ممكن يكون اول كرييتور او الوحيد اللي بيعمل كونتنت عن الايجين فود، انا قصدي في مصر يعني. علشان كده كل الكومنتس عنده وهي عبارة عن استغراب من الكونتنت اللي بيعمله. طبيعي ان الايجين فود مش مشهور هنا، ما احنا مش في اسيا، ولكن انا بشوف ان ليه ما فيش 26 واحد بيعملوا ايجين فود كونتنت في مصر؟ ليه ما فيش 76 واحد بيعملوا دي اي واي كونتنت زي عاصم كمال؟ ممكن كل واحد يكون عنده وجهة نظر مختلفة عن التاني. نتائج الحملة دي بقى ابتدت تظهر، لانها من اول ما بدأت وانا لاحظت ان في الكومنتس عند الكريتورز دول كريتورز تانيين ابتدوا يتكلموا برضو عن الموضوع وعن الحاجات اللي بتواجههم، وده اللي المفروض كان يحصل طول الوقت اصلا. زائد المتابعين اللي ابتدوا يكتشفوا ان في حملة عن الموضوع ده، فده معناه ان في بوش على موضوع انك تبدأ كيوتيوبر، فده شيء كويس. الحملة ما نزلتش كفيديو كده وبس خلاص، ولكن هي ابتدت تعمل تأثير. ولكن في حاجة غريبة في الموضوع ده، وهي ان كل الكريتورز لما بييجوا يتكلموا في الفيديو ده بيقولوا ان احنا كنا منتظرين الفرصة ان احنا نتكلم عن الموضوع ده. لما جات لي الفرصه ان انا احكي لكم اكتر عن رحلتي في صناعه المحتوى على يوتيوب، يعني كنت متحمس قوي بصراحه. كان عندك الفرصة ممان طول سنين وجودك على يوتيوب، انت ما عملتهاش، انت ما هو يوتيوب ما عملكش حاجة من خلال ان هو يعمل معاك اد. انت كان ممكن طول السنين دي تتكلم عن رحلتك على يوتيوب، تتكلم وانت بتبدأها وانت في نصها وانت دلوقتي، طول الوقت كان عندك الفرصة دي، محدش منعك تتكلم عن يوتيوب. ولكن خلينا نتكلم عن الإيجابيات، يمكن الحملة دي تبقى هي أول خطوة، يمكن بعد كده الكريتورز اللي شاركوا في الحملة دي هم من نفسهم يشاركوا معلومات بعد كده، وما يبقاش بس فيديو نزل كآد. الحاجة اللي مضايقاني هي ان انا ما كنتش في الكامبين دي، ودي حاجة مش مضايقاني من يوتيوب لانهم مش هيتعاونوا مع كريتور اصلا لسه ما عندوش بيز. اللي انا متضايق منه هو انا، لان انا كان لازم يبقى عندي بيز قويه على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، تخليني لما يكون في كامبين زي كده اول واحد يكلموه هو انا. ده مش غرور، ولكن علشان هي الشانل دي بتتكلم عن الكريتور ايكونومي، فلازم كنت انا اللي ابقى موجود في الكامبين. ودي رساله ليا ان انا لازم اشتغل على الشانل علشان تبقى هي واجهه الكريتور ايكونومي اللي بتتكلم بالعربي. اخر حاجه عايز اقولها في الفيديو ده هي ان انا ما عنديش مشكله مع اي حد من الكريتورز، وانا لما بقول ان الكريتورز دول مش بيشاركوا المعلومات اللي عندهم، انا ما عنديش مشكله معاهم هم شخصيا، هم مش مضطرين يعملوا كده، ولكن هي ثقافه ان انت لما توصل تشارك المعلومات بتاعتك مع كل الناس اللي بتبدا نفس الحاجه بتاعتك، علشان انتوا الاتنين بتشتغلوا في مجال واحد فتساعدوا بعض، لان الشخص اللي هتساعده النهارده ممكن بكره يساعدك في حاجه هتبقى جديده هو بس اللي عارف. وبس كده، شكرا و keep creating.